بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساء الخير عليكم أو صباح الخير حسب تشوفوا الفيديو. يا أغلى متابعين، ولو أول مرة تشاهدوا قناتي ما تنسوش لايك شير سبسكرايب وفعلوا زر الجرس يوصلكم منه كل جديد. تعملين إيه يا ست أم أحمد النهاردة؟ زي ما انتم شايفين كده هنعمل صينية بطاطس كده محترمة عليها فرخة مشوية، إنما إيه حكاية مش عايزة أقول لكم بقى فراخ يا جماعة فراخ. بس هنعملها بقى بطريقة كده جميلة جدًا. يالّا نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونشوف عملنا إيه، يالّا بينا يا حبايب قلبي. طبعًا جبنا الفرخة غسلناها كويس جدًا ونقعناها في المحلول اللي أنا باقول لكم عليه كل مرّة، ملح ودقيق وليمون وجنزبيل وطماطماية خلاص، وبعد ما نقعتهم كويس غسلتها وشطفتها كده كويس ونشفتها خلاص، ومعايا عصير من الطماطم كيلو متصفّي، ومعايا كمان كيلو بطاطس متقشّر كده وبصل وفلفل ألوان. طيب دي إيه، دي بصلاية كده مع قرن فلفل مفرومين في الكبة كويس، هانزل عليهم كده بمعلقة من الملح، وكمان معلقة كده من الجنزبيل، معالق صغيّرة ها، ومعلقة برضه صغيّرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيّرة كده من نُص معلقة من القرفة، ومعلقة حلوة من إيه، من بهارات الفراخ تمام، وهاقلّب المكونات دي كده مع بعض كده، هادعكهم مع بعض دعكة كويسة، وهانزل عليهم كده بمعلقة من الزيت عشان برضه ندّي لمعة كده حلوة للفرخة، تمام. على فكرة البصلاية المفرومة دي مع القرن الفلفل بالبهارات دي بتدّي للفرخة طعم ما أقولكوش بقى حكاية والله العظيم، بتخلّيها كده تروح في حتّة تانية خالص، جميلة جدًا. بُصّوا والموضوع سهل خالص مش مُعقّد ولا أي حاجة، هي بصلاية مع فلفلاية مفرومين خلاص. طيب الفرخة هنا بقى تحت الجلد كده أنا كنت نازعة الجلد أو خالياها ومشرّحاها من تحت وعاملة لها فتحات كده في اللحم خلاص. هاملة بقى الفتحات دي بالخلطة من اللي إحنا عاملينها ديّة كويس جدًا كده وهاتبّلها كويس، والأفضل لو عملتِ العملية دي كده قبلها بساعة أو ساعتين وحطيتها على رف التلاجة، لكن إحنا بقى للأسف إحنا مستعجلين وما عندناش وقت خالص إن إحنا نحطها في التلاجة، فهاركنها جنبي كده على ما أجهّز الحاجة اللي إحنا شغالين فيها، تمام؟ جِبت الصينية كده وهابدأ بقى أقطّع البصل بتاعنا حلقات زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. طيب طَب أنتِ ليه يا أم أحمد كده مستعجلة؟ أنا يا جماعة عندي عُمّال شغّالة، وبعدين ما عنديش وقت إن أنا أستنى على الفرخة ساعة أو ساعتين، تمام؟ عايزة أقول بقى كلمتين كده، أنا باشكر كل حبايبي وكل أخواتي اللي بيقفوا معايا بصراحة وبيساعدوني وبيدعموني وبيكتبوا لي كومنتات محفّزة، بجد باشكركم وأنتم كلّكم على راسي، ربنا يبارك فيكم يا رب أحلى أخوات وأحلى عيلة. ربنا يديمكم في حياتي نعمة. وكمان عايزة أعزّي إخواتنا السوريين والأتراك اللي حصل عندهم حادث الزلزال ده، ربنا يرحمهم يا رب ويشفي مرضاهم اللهم آمين يا رب العالمين. طيب حطينا إيه تاني على البصل بعد ما قطعناه والفلفل، حطينا معلقة توم مفرومة كده، وهانزل بقى بالبهارات بمعلقة من الفلفل الأسود ومعلقة من الكمون ومعلقة من البابريكا. وحطيت سِنّة كده إيه من الشطة، والشطة دي حسب الرغبة تمام، مش بتحب شطة خلاص ما تحطّهاش. وهابدأ بقى أقطّع البطاطس بتاعتنا كده حلقات زي ما إحنا شايفين بالشكل ده، وتكون الحلقات بتاعتنا إيه بُصّوا مش رقيّقة ومش تخينة، يعني تقطّعيها وسط كده. وهابدأ أقلّب بقى المكونات دي كلّها مع بعضها كده، خلّيها كلّها تمتزج مع بعضها كده عشان البهارات كلّها تاخد من إيه، وتشرب مع بعض كده، تمام، هانزل بقى بعصير الطماطم بتاعنا ده المفروم ومتصفّي جدًا، لازم تصفّوها يا جماعة عشان الطماطم الأيام دي فيها بذر كتير وتِفْل كتير، طماطم الشتا، تمام، وهابدأ بقى طبعًا حطيت معلقة من الملح تاني عشان أنا حطيت عصير الطماطم، لازم بُصّوا صينية البطاطس دي نكون مضبّطينها بالملح وبكل حاجة فيها. وهادّي رشة زيت صغيّرة كده، ما تكتّريش عشان الفرخة لسه برضه هتنزّل الدهون بتاعتها فيها، برضه هاقلّبها كده عشان يبقى كلّه واخد من بعضه يا جماعة، لازم كلّه بُصّي، لازم كل حاجة تبقى متشرّبة كده من بعضها تمام، ما يبقاش في مكان فيه زيت ومكان لأ. هنا كنت دُقت الصلصة تاني فلقيتها كانت محتاجة ملح، حطيت رشة ملح تانية. ماشي يا حبايبي، بُصّي كل ما بتخشي مطبخِك وتعملي حاجتِك بحُب صدقيني هتطلّعي أفضل نتيجة وأفضل أكل بصراحة هتطلّعيه من قلب المطبخ. يالّا هنعمل إيه، هنشيل الفرخة بتاعتنا كده هيلة بالراحة عليها يا جماعة، ديّة مش عايزة أقول لكم بقى الفرخة ديّة بنت ناس كده محترمة، الفرخة دي تتخيّلوا شاريينها بكام؟
يعني مش عايزة أقول لكم والله العظيم الفرخة بقت ب185 جنيه، يا سوادي الحِلَل. أنا كنت أفتكر كده ال200 جنيه دول يعني أروح أجيب بيهم 3 فرخات، ما هي 185 يعني 200 إلا 15 خلاص فرخة كعب خلاص وهتقفل ال200 جنيه. ربنا يتولانا، ربنا يتولانا برحمته والله العظيم، الله يكون في عون الغلابة، الله يكون في عون الغلابة والله العظيم يعني يالّا لنا الله، لنا الله وليس لنا غير سواه. هنشيل الفرخة دي زي ما قُلنا كده، أنا هاحطها على النار لمّا تغلي، وأول ما تغلي كده هادخّلها الفرن على درجة حرارة عالية وهاسيبها. طب هي خدت اللون الجميل ده الفرخة إزاي؟ والله العظيم مش عايزة أقول لكم أنا ما شغّلتش الشواية، بس أنا عملت زبدة معاكم، عارفين فاكرين فيديو الزبدة؟ أنا خدت مكعب من الزبدة كده وقُمت دهنة بيه الفرخة، ما شاء الله إدّت اللون الجميل اللي أنتم شايفينه ده، والريحة بقى ما أقولكوش. وكده الفيديو بتاعنا خلص معاكم النهارده، يا رب أكون عند حُسن ظنكم يا أحلى وأغلى متابعين، ويعجبكم الوصفة كده وهاسيبكم كده تستمتعوا بقى بالفرخة